نقول لكم حاجه اخيره. واخا انا كنهضر معكم من انستغرام اللي هو السوشيال ميديا، ولكن بعض المرات خصنا نقصوا شويه، حيت الحياه كامله ولات مكبوبه في السوشيال ميديا، ولينا كنتعرضوا لافكار بزاف اللي يقدروا ياثروا علينا سلبيا. من بعد كنقدروا نطيحوا في مقارنات اللي حنا متحكمناش فيهم، وما كنقدروش نعرفوا الحياه ديال واحد الانسان اللي حنا كنشوفوه. اللي بغيت نقول لكم انه كل واحد في هذه الحياه عنده قصه كيدوز منها. السوشيال ميديا كتعرض واحد الجانب، هاد الهضره ديما كنقولها وباينه وكلشي عارفه، ولكن بغيت نفكركم بها. السوشيال ميديا كتعرض واحد الجانب وما كتعرضش الجانب الاخر. انا منهم اللي كنكون كندوز مرحله صعيبه اكيد ما غتكونش عندي حتى الكانه انني نصور ولا نعاودها. هادشي اللي كاين. كنهضر على الا طحنا في المقارنات نبعدوا شويه باش نقدروا نحافظوا على الاستقرار النفسي ديالنا. الله يرزقكم يا ربي ما كتمناو، وان شاء الله هاد الستوريات يكونوا نفعوا واحد منكم على الاقل، حيت عارفه بلي صعيبه.